السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الصحه والاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطيره اولا بريوش بحشوه مالحه، بحال الحشوه ديال البيتزا، كتجي روعه ولذيذه بزاف، وبواحد العجينه اللي كتجي روعه، خفيفه ورطبه ولذيذه، وشكلها كذلك روعه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، اول حاجه غادي نحتاج الصدر ديال الدجاج. انا عندي هنا تقريبا 250 غرام اللي مقطع شرائح بهذا الشكل، ومن طبيعه الحال الدجاج منظف جيدا من قبل. غادي نضيف له نصف ملعقه صغيره ملح او حسب الذوق، نصف ملعقه صغيره سكينجبير زنجبيل، ربع ملعقه صغيره من الابزار الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره كمون، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم البلديك الكركم، نصف ملعقه صغيره من التحميره او الفلفل الاحمر البابريكا، نصف ملعقه صغيره من قزبر حبوب مطحون، عصير نصف حامضه، وغنضيف لهم فص كبير ديال الثوم اللي كيكون مطحون، ونخلط الكل جيدا حتى كتنسجم جميع المكونات مع الدجاج، ونغطيه ونخليه يرتاح حتى كيتشرب هذه التتبيله مده نصف ساعه على الاقل. غادي نحتاج في المكونات كذلك البصله وحده متوسطه الحجم مقطعه شرائح طويله، فلفله الوان مقطعه شرائح طويله من كل نوع، حبه وحده بحجم صغير، او يمكن لكم تكتفوا بنوع واحد من الفلفله، 3 المعالق كبار من صوص البيتزا، زيتون اسود مقطع، شويه من الزعتر، وغادي نحتاجوا الفرماج ديال الموزاريلا. غادي نوضعوا مقله فوق النار ونضيفوا ليها 3 المعالق او 4 المعالق كبار ديال الزيت. الزيت اختياريه، اما زيت الزيتون او زيت العاديه. انا استعملت زيت الزيتون. كنضيف ليها الدجاج ونخليه يتقلى، ومره مره نقلبوه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب الدجاج كنحيدوه من فوق النار، وفي نفس المقله كنضيف 3 المعالق كبار ديال الزيت، نضيفوا البصل ونتركوها تقلى شويه، ومن بعد كنضيف فص ديال الثوم محكوك، وكنقلب الكل مع بعض، وكنضيف الفلفله، وكنقلب الكل تقريبا دقيقه فقط. ما بغيتش هاد الفلفله طيب وتدبال. وغادي نضيف القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود الابزار، ثم كنضيف الدجاج، كنعاود نرجعو مع الخليط ونخلط الكل فوق نار قليله فقط مده دقيقه او اقل. وهالحشوه صارت جاهزه، نخليها تبرد ونمر باش نحضر العجين. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو فيه 250 مليلتر ديال الحليب اللي كتعادل ربع لتر او كوب واحد، يكون فقط دافي ما يكونش سخون. وغادي نضيفوا له ملعقه كبيره من الخميره الجافه وملعقه كبيره من السكر، ونخلط الكل حتى كتذوب الخميره، ونخليه تقريبا 5 دقائق حتى كتفعل الخميره. ثم كنضيفوا له 4 المعالق كبار ديال الزيت، زيت عاديه اللي كتعادل 60 مليلتر او ربع كوب. كنضيف ابيض بيضه وحده، والاصفر كنحتفظوا به باش ندهنوا هاد البريوش، وملعقه صغيره ملح، وملعقه كبيره من الحليب غبره حليب بودره. كيبقى اختياري لا عندكم. الاصل العجينه راه فيها الحليب. نخلطوا الكل، ثم كنبداو نضيف الطحين شويه بشويه
انا استعملت العجانه، يمكن لكم تعجنوها فقط بيديكم. كنضيف الطحين اللي من طبيعه الحال مغربل من قبل شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه رطبه ولينه. انا خدات مني 475 غرام ديال الطحين. الكميه ديال الطحين كتبقى دائما على حسب نوعيه الطحين، يمكن لكم تحتاجوا ما بين 450 غرام حتى ل 500 غرام ديال الطحين. اهم حاجه هو قوام العجينه، لازم تكون العجينه رطبه ولينه، ما تكونش عجينه قاصحه. كيف كتشوفوا هذا هو قوام العجينه، عجينه رطبه ولينه. غادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما خمرات العجين غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الطحين لان العجين شويه كتلصق. نخرج منها الغازات اللي فيها ونعملها بهذا الشكل، لاني غادي نسرحها على شكل مستطيل. نسرح العجين كيف قلت غادي نسرحه على شكل مستطيل. بعد ما سرحتها غادي نفرش من تحتها ورق الزبده باش تجيني ساهله ملي نبغي نحطها في الطاوه ديال الفران. بعد ما نشكلها غادي نضيف صوص البيتزا فقط في الوسط ونسرحها بهذا الشكل. نضيف من فوقها طبقه ديال الفرماج الموزاريلا، ثم نضيف الحشوه اللي حضرت بعد ما بردات مزيان. نضيف الزيتون ومن بعد كنضيف طبقة تانية من فرماج الموزاريلا. ومن بعد كنقطع العجين بهذا الشكل بالسكين او قطعات البيتزا. هنا ضفت واحد الرشة ديال الزعتر الاوريغانو وكنجمع العجين بهذا الشكل. كنقطع الجانب الثاني بنفس الطريقة، كنجمع هاد الجوانب. كنتمنى تكون الطريقة واضحة ومفهومة. كندهن هاد الجوانب بالماء باش كتلصق العجين مع بعضها، ومن بعد كنجيب هاد الجانب وكنغطي هذيك الحشوة. كنحاول نلصق مزيان الجوانب ونغطي الحشوة مزيان حتى كتغطى هذيك الحشوة كلها. وهذاك الجانب اللي بقى غادي نقطعه شرائح بهذه الطريقة باش غادي نزينو به هاد البريوش. بعد ما قطعت كل العجين غادي نلوي كل جوج شرائط مع بعض بهذا الشكل. من بعد كنزين بهذه الشرائط العجين من الفوق بهذه الطريقة، كيعطيها منظر وشكل رائع. من بعد كنحطها في الطاوة ديال الفرن وكنحاول نقاد الجوانب، كندخلهم لتحت ونساعد بالماء باش كيلصقوا. ومن بعد كندهنها باصفر بيضة بعد ما ضفت له ملعقة ديال الحليب وقطرة ديال الخل.
ومن بعد غادي نزين من فوقها بالجنجلان، السمسم، وفوق الشرائط غادي نزين بالبافو، بذور الخشخاش. ومن بعد ما بين الشرائط حطيت قطع ديال الزيتون، ومن بعد كندخلها للفرن اللي مسخن من قبل مزيان حتى كطيب وتحمر. وهذه الفطيره اولا البريوش بعد ما خرجتها من الفرن كيف كتشوفوا كيجي منظرها وشكلها روعه، وكذلك مذاقها كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، صدقوني كتجي روعه شكلا ومذاقا. وهذا شكلها كيف كيجي من الداخل. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع الأهل والأصدقاء. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم.